يلا بينا هنكمل دلوقتي مع بعض lesson 2 وهناخد دلوقتي الالكالايز. الأول كده أنا لو قصادي NaOH أعرف منين إن ال NaOH من الالكالايز؟ لأن أنا عندي الالكالايز بيميزها الهيدروكسيد جروب. يبقى أنا عندي هنا الالكالايز الأول بتبدأ بكاتاين وبعد كده هيدروكسيد جروب. طيب ازاي بقى هسمي الالكالايز؟ طريقتها سهلة جدا وبسيطة جدا. الأول كده الكاتاين نيم اللي عندي هنا اللي هو الصوديوم دوت هنا الكاتاين نيم، وبعد كده عندي الاتوميك جروب اللي عندي الهيدروكسيد. يبقى لما هاجي اسمي الالكالاي هقول صوديوم هيدروكسيد بس كده. هي دي الطريقة اللي بسمي بيها الالكالايز. الأول بقول الكاتاين نيم وبعد كده بكتب هيدروكسيد. يبقى أنا عندي هنا the name of the alkali related to the name of the cation. أنا هنا لما جيت أقول اسم الالكالاي ده قلت صوديوم هيدروكسيد، يبقى اللي ميزه إيه؟ اللي ميزه الكاتاين نيم، يبقى the name of alkali related to the cation. وزي ما قلنا إن the name begins with the name of the cation، بيبدأ بالname of cation followed by the word hydroxide وبعد كده hydroxide. كمان بيقول لي خد بالك ان انا عندي the number of hydroxide groups in alkali molecule equal the number of the charges carried by the cation or atomic group. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا عندي هنا الصوديوم هيدروكسيد، عندي الصوديوم عليه 1 positive charge علشان كده كان عندي 1 hydroxide group. طب تعالوا كده نشوف مع بعض. عندي مثلا المغنيسيوم هيدروكسيد، هنا المغنيسيوم عليه 2 positive charges علشان كده على طول هيكون عندي 2 hydroxide groups، يبقى MgOH by 2 مغنيسيوم هيدروكسيد. طب عندي هنا بدل الكاتاين هحط هنا positively charged atomic group اللي هي الوحيدة اللي أخدناها اللي هي الأمونيوم، يبقى عندي هنا أمونيوم هيدروكسيد. ما أنا عارفة إن الأمونيوم بيكون عليها 1 positive charge علشان كده هيكون عندي only one hydroxide group. يبقى الكلام ده مهم. The number of hydroxide groups equal to the charges carried by the cation or the positive atomic group. طيب كمان عندي زي ما قلنا في الأسيدز إن أنا عندي the total charge أو the net charge of the alkali equal 0. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مثلا عندي هنا الكالسيوم هيدروكسيد، عندي الكالسيوم هيدروكسيد اللي هو CaOH by 2. طبعا عندي هنا 2 hydroxide groups. ليه؟ لأن أنا عندي الكالسيوم بيكون عليه 2 positive charges وقلنا the number of hydroxide groups equal to the charges carried by the cation، يبقى على طول عندي 2 hydroxide groups. أوكي طيب عندي هنا زي ما قلنا ال charge of calcium positive 2 وعندي هنا 2 hydroxide groups يعني 2 negative charges، يبقى على طول the net charge أو the total charge equal 0. طيب بقى لو جايب لي العكس، جايب لي the name of alkali وعايزني أكتب الفورمولا. أول حاجة الكالسيوم كاتاين عليه 2 positive charges وهنا عندي الهيدروكسيد جروب، يبقى لما هاجي أكتب الفورمولا يبقى CaOH by 2. اوعى حد يكتبها كده، طبعا ما ينفعش. طالما عندي اتوميك جروب يبقى لازم ان انا احطها between two brackets وبعد كده هحط النمبر of hydroxide groups اللي هو هنا 2 equal to the charge of the cation. طيب هنا عندي الألومنيوم هيدروكسيد، عارفين ان الألومنيوم كاتاين عليه 3 positive charges من اول تيبل خالص في الليسن، قلت لكم مهم جدا. طيب ده بالنسبة للألومنيوم كاتاين، وطبعا هنا عندي الهيدروكسيد جروب OH، يبقى على طول هتبقى ايه ال OH by 3. ليه 3؟ لأن أنا عندي الكاتاين عليه 3 positive charges، يبقى على طول the number of hydroxide groups هتكون 3 hydroxide groups. تعالوا كده نجمع مع بعض الكلام اللي احنا قلناه على الالكالايز. أول حاجة قلنا إن الالكالايز name related to the name of cation. يعني لو عندي صوديوم هيدروكسيد ايه اللي بيميزه؟ اللي بيميزه صوديوم، بيميزه the name of the cation. طيب لما بنيجي نكتب الالكالاي نيم began with
the name of cation sodium followed by the word hydroxide وبعد كده هنكتب hydroxide. يبقى أنا عندي هنا NaOH صوديوم hydroxide، عندي هنا MgOH by 2 magnesium hydroxide NH4OH ammonium hydroxide. وطبعا زي ما قلنا ان انا عندي the number of hydroxide groups equal to the charges carried by the cation or atomic group. يعني ايه؟ يعني انا عندي هنا الصوديوم كان عليه 1 positive charge يبقى على طول عندي 1 hydroxide group. هنا المغنيسيوم عليه 2 positive charges يبقى على طول 2 hydroxide groups. هنا عندي الأمونيوم عليه 1 positive charge يبقى على طول 1 hydroxide group. وزي ما قلنا إن the net charge أو the total charge equal 0. the total charge of alkalis equal 0. زي ما قلنا هنا في الإكزامبل بتاع الكالسيوم هيدروكسيد، قلنا عندي الكالسيوم عليه 2 positive charges وهنا عندي 2 hydroxide anion يعني negative 2 يبقى على طول the net charge equal 0. هو ده كل الكلام اللي حضرتك المفروض تكون عارفه عن الالكالايز. كمان بيقول لي there are many acids and alkalis in your home. كمان ممكن تلاقي in your home acids و alkalis زي ايه؟ من الاكزامبلز على الاسيدك substances زي الليمون، زي الكاتشب، زي الجريبس. كل دي examples على الاسيدك substances اللي ممكن تلاقيها in your home. كمان في examples على alkaline substances زي الديترجنتس مساحيق الغسيل، زي كمان التوث بيست كمان معجون الأسنان، وكمان زي البيكنج صودا. دي examples على alkalis ممكن تلاقيها in your home. طيب احنا كمان قلنا أول الليسن قلنا إن الأسيد is a substance whose dissolution in water increase the percentage of hydrogen cations. يعني ايه؟ يعني لو عندي water وحطيت هنا على الووتر acid، ايه اللي هيحصل؟ the acid dissolve in water and its dissolution لما هيدوب its dissolution increase the percentage of hydrogen cation، هيتكون عندي hydrogen cation. طيب يعني انا مثلا هنا عندي الهيدروجين كلورايد، لو الهيدروجين كلورايد ال HCl هنا حطيته في الووتر، طبعا الهيدروجين كلورايد dissolve in water لما هيدوب في الووتر هيكون عندي الهيدروجين كاتاينز. اساسي لازم يتكون عندي هيدروجين كاتاينز طالما اسيد، وهيكون عندي الكلورايد اناينز. طيب بدل الهيدروجين كلورايد ممكن كمان احط السلفوريك اسيد H2SO4. لو H2SO4 dissolve in water هيكون عندي الهيدروجين كاتاينز وهيكون عندي السلفيت اناين. يبقى انا عندي هنا اول application dissolution of hydrogen chloride gas in water. هنا when hydrogen chloride HCl dissolve in water hydrogen cations and chloride anions are formed. لكن لو عندي السلفوريك اسيد dissolve in water هتكون عندي hydrogen cations، ده اساسي طالما اسيد يبقى على طول هتتكون عندي الهيدروجين cations وهتتكون عندي السلفيت اناينز. طيب هنا بقى عندي بالنسبة للالكالايز احنا قلنا برضو ان انا عندي الالكالايز دي عبارة عن substances dissolve in water، بس هنا هيتكون عندي ايه؟ هيتكون عندي hydroxide anion. يبقى انا عندي الالكالاي is a substance whose dissolution in water increase the percentage of hydroxide anions in the solution. اهو انا عندي هنا دي هنا الووتر، لما هاجي احط عليها الكالاي ايه اللي هيحصل؟ هيتكون عندي hydroxide anions. طيب عندي برضو من الابليكيشن زي عندي الصوديوم هيدروكسيد، لو جبت الصوديوم هيدروكسيد وحطيته في ووتر يبقى الصوديوم هيدروكسيد dissolve in water هيدوب في الميه، و its dissolution form حاجتين. انا عندي هنا الصوديوم هيدروكسيد NaOH، لما احطه في الووتر هيحصل له dissolution وهيتكون عندي حاجتين، هيتكون عندي الصوديوم كاتاين وهيتكون عندي الهيدروكسيد اناين، وده اساسي طالما حطيت الكالاي في ووتر dissolve in water وهيتكون عندي ايه؟ هيدروكسيد اناينز. طيب بدل الصوديوم هيدروكسيد لو حطيت هنا مغنيسيوم هيدروكسيد، المغنيسيوم هيدروكسيد dissolve in water وهنا هيتكون عندي المغنيسيوم كاتاينز
وكمان الهيدروكسيد اناينز. يبقى زي ما قلنا ان احنا عندنا the dissolution of acid in water leads to increase the percentage of hydrogen cations، لكن the dissolution of alkali in water lead to increase in the percentage of hydroxide anions. وهنا عندي في الأسيدز الهيدروجين cations responsible for all the acid properties. هنا عندي الأسيد properties، الخواص بتاعت الأسيد بتعتمد على إيه؟ بتعتمد على الهيدروجين cations، وده هيبان في الإفكت on blue litmus strip، وهنفهم دلوقتي الكلام ده. طب عندي هنا في الألكالايز الهيدروكسيد اناينز بتكون responsible for all the alkali properties. الالكالاي properties الخواص بتاعت الالكالاي بتعتمد على الايه؟ بتعتمد على الهيدروكسيد اناينز. زي عندي the effect on red litmus strip، وتعالوا نفهم مع بعض حكاية البلو litmus strip وكمان الريد litmus strip. أنا بيكون عندي في اللابوراتوري في حاجة اسمها litmus strips، يا إما red litmus strip أو blue litmus strip. طيب أنا لو عايزة أفرق بين الأسيدز والألكالاي، عندي هنا two substances، واحدة منهم أسيد والتانية ألكالاي، ومش عارفة مين فيهم الأسيد ومين الألكالاي. هبدأ إن أنا أجيب الريد litmus strip وهنزله هنا في الأسيد. لما هنزل الريد litmus strip في الأسيد مش هيحصل له أي حاجة، لكن لما هنزله في الألكالاي لونه بيتحول للبلو. طيب بقى بالنسبة للبلو litmus strip، لو هنزله هنا في الأسيد هبص ألاقي لونه بيتغير للريد converted into red، لكن لو هنزله في الألكالاي البلو litmus strip لونه مش هيتغير. تعالوا كده نشوف الكلام دوت في فيديو بسيط. هنا عندي ده الألكالاي ودوت الأسيد، وهنا عندي pure water. المفروض ان انا معرفش ده ايه وده ايه وده ايه، بس انا عايزه اعرف مين فيهم الاسيد ومين الالكالاي. هبدا اول حاجه اجيب البلو litmus strip وهبدا انزله في الالكالاي، هيطلع زي ما هو، مش هيحصل له اي حاجه. طيب لو جبت بقى الريد litmus strip ونزلته في الالكالاي هبص الاقي its color converted to blue color. طيب بالنسبه بقى للاسيد، هجيب عندي الريد litmus strip، لو نزلته في الاسيد هبص الاقي لونه زي ما هو مش هيتغير، لكن لو البلو litmus strip نزل في الاسيد هبص الاقي its color converted into red color. طيب بالنسبة للبيور ووتر، لو نزلت فيها الريد litmus strip لونه مش هيتغير. طيب بالنسبة للبلو litmus strip برضو لونه هيفضل زي ما هو. يبقى أنا هنا عندي بالنسبة للألكالاي solution turns red litmus strip to blue، وهنا عندي الأسيد solution turns blue litmus strip to red. الكلام ده مهم. يبقى هنا ممكن يجيلي سؤال ويقول لي how can you differentiate between an acid solution and alkali solution؟ ازاي هقدر ان انا افرق بين الاسيدك solution والالكالاي solution using litmus strip؟ هقول له ان انا عندي الاسيد solution turns blue litmus strip to red، لكن عندي الالكالاي solution turns red litmus strip to blue. ونرجع تاني للسلايد دي، احنا قلنا ان الهيدروجين cations responsible for all the acid properties such as the effect on blue litmus strip. طبعا turns blue litmus strip into red color. وعندي هنا الهيدروكسيد anions. الهيدروكسيد anions responsible for all the alkali properties such as the effect on red litmus strip. وقلنا مع بعض ان turns red litmus strip into blue color. جايب لي هنا معلومة وبيقول لي acids and alkalis can conduct electricity to various extents according to their strengths. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الاسيدز والالكالاي can conduct electricity، ممكن يوصلوا electricity، بس بيوصلوا electricity to various extents، يعني بمعدلات مختلفة. على حسب ايه؟ على حسب ال strength of the acid او ال strength of alkalis. فممكن هنا ان احنا نعمل classification للاسيد according to their ability to conduct electricity into strong acids وكمان weak acids. هنا ال strong acids هي ال acids that are good electrical conductors،
الاسيدز اللي بتوصل electricity كويس good electrical conductors. لكن عندي الويك acids هي الاسيدز that are bad electrical conductors. وهنا جايب لي examples على السترونج acids وكمان على الويك acids. عندي هنا السترونج acids زي الهيدروكلوريك acid ال HCl والنيتريك acid HNO3 والسلفوريك acid H2SO4. طيب بالنسبة للويك acids زي عندي الفينيجر اللي هو الخل اللي هو diluted acetic acid دوت من الويك acids، وكمان النيترس acid HNO2 وكمان السلفرس acid H2SO3. كل دول من الويك acids that are bad conductors for electricity. وجايب لي هنا سؤال في كتاب المعاصر وبيقول لي compare between the electrical conductivity of sodium hydroxide and ammonium hydroxide with an explanation. عايزني هنا أقارن بين electrical conductivity of sodium hydroxide وكمان الأمونيوم hydroxide. فهنا عندي electrical conductivity of sodium hydroxide stronger than الأمونيوم hydroxide. طيب ليه؟ لأن أنا عندي الصوديوم هيدروكسيد strong alkali لكن عندي الأمونيوم هيدروكسيد weak alkali. يبقى أنا هنا عندي الصوديوم هيدروكسيد strong alkali لكن عندي الأمونيوم هيدروكسيد weak alkali. يبقى طبيعي electrical conductivity of sodium hydroxide stronger than الأمونيوم هيدروكسيد. كمان بيقول لي معلومة مهمة قوي، لو انت عندك اسيد وحطيت عليه اسيد هل هيحصل بينهم رياكشن؟ لا مش هيحصل بينهم رياكشن. طب لو عندي هنا تو الكالايز الكالاي ومعاه الكالاي برضو don't react مش هيحصل بينهم reaction. يبقى انا عندي acids don't react with each other and likewise وكمان الالكالايز don't react with each other. لكن ممكن الاسيد react with alkali وبيتكون عندي salt and water. خدوا بالكم من أسئلة الامتحانات. يبقى عندي when acid react with alkali the products are salt plus water. زي مثلا عندي ايه؟ زي عندي الهيدروكلوريك acid. الهيدروكلوريك acid اهو عندي acid when reacts with sodium hydroxide لما بيحصل بينه وبين الصوديوم هيدروكسيد reaction بيحصل ايه؟ بيتكون عندي salt وكمان عندي water. هيتكون عندي الصوديوم كلورايد سولت اللي هو التيبل سولت وكمان هيتكون عندي الووتر. يبقى أنا هنا عندي الهيدروكلوريك أسيد reacts with sodium hydroxide forming sodium chloride salt sodium chloride التيبل سولت plus ال H2O plus الووتر. يبقى أنا عندي لما الأسيد والالكالاي react with each other بيتكون عندي السولت وكمان بتكون عندي الووتر. وجاي لي بعد كده medical application من الابليكيشنز المهمة جدا اللي بتيجي في الامتحانات اللي هي الميلك of magnesia. الميلك of magnesia used as a temporary treatment to neutralize gastric hyperacidity. يعني ايه؟ يعني الجاستريك هايبر اسيديتي اللي هي حموضة المعدة. مش ساعات حد يقولك أنا عندي حموضة وبتبقى بايخة جدا وبتضايق الواحد جدا. طيب الحموضة دي أو الجاستريك هايبر اسيديتي دي بتتكون نتيجة ايه؟ نتيجة الاسيد اوف ذا ستومك النسبة بتاعته بتزيد فعشان كده بنحس بالجاستريك هايبر اسيديتي. طيب علشان اعالج الجاستريك هايبر اسيديتي يعني في اسيد نسبته زادت يبقى لازم احط عليه ايه؟ لازم احط عليه الكالاي علشان يعمل له نيوتراليزيشن علشان يعادله والاحساس البايخ دوت يروح. يبقى انا بستخدم الميلك اوف ماجنيزيا as a temporary treatment to neutralize hyperacidity. طيب ازاي بيعمل بقى neutralization للهايبر اسيديتي؟ لان انا عندي الميلك اوف ماجنيزيا contains magnesium hydroxide MgOH by 2. فهنا عندي المغنيسيوم هيدروكسيد اللي موجود في الميلك اوف ماجنيزيا neutralize the gastric hyperacidity. وهنا ممكن يجي لي سؤال يقول لي give reason milk of magnesia used as a temporary treatment to neutralize gastric hyperacidity. ليه بستخدم الميلك اوف ماجنيزيا for treatment of gastric hyperacidity؟ هقول له as it contains magnesium hydroxide which neutralize the gastric hyperacidity. من الأجزاء المهمة اللي عندنا في المنهج.
خدوا بالكم الابليكيشنز دايما بتيجي منها اسئله في الامتحانات. اخدنا مع بعض الميتالز والنون ميتالز وعرفنا الفرق بين الميتالز والنون ميتالز. طيب لما الميتال هيحصل له burning in the presence of oxygen هيتكون عندي metal oxide، ولما النون ميتال هيحصل له burning هيتحرق in the presence of oxygen هيتكون عندي non metal oxide. يبقى انا عندي هنا الميتال اوكسايد عباره عن ايه؟ عباره عن ميتال، بس الميتال دوت حصل له burning in the presence of oxygen فتكون عندي الميتال اوكسايد. يبقى الميتال اوكسايد هي عباره عن oxides produced from the burning of metals in the presence of oxygen. وهنا عندي الميتال اوكسايدز known as basic oxides بنسميها basic oxides. يبقى تاني انا عندي الميتالز لما بيحصل لها burning in the presence of oxygen هيكون عندي metal oxides. يبقى الميتال oxides هي الاوكسايدز produced from the burning of metals in the presence of oxygen بتتكون لما الميتال بيحصل له burning بيتحرق in the presence of oxygen. وهنا بسمي الميتال oxides basic oxides. طيب أنا عندي هنا الميتال oxides أو البيسك oxides some of them dissolve in water forming alkalis. يعني عندي الميتال oxide أو البيسك oxide لما هيحصل لهم dissolution في الووتر، لما هيدوبوا في الووتر هيتكون عندي الالكالايز، هتكون عندي الكالايز، وهناخد دلوقتي حالا اكزامبل على الكلام دوت. وهنا جايب لي الديفينيشن للبيزك اوكسايدز هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن ميتال اوكسايدز. اهي البيزك اوكسايدز عباره عن ميتال اوكسايدز some of which dissolve in water forming alkalis. طبعا عندي بقى النون ميتال اوكسايدز. نون ميتال حصل له burning in the presence of oxygen فيتكون عندي نون ميتال اوكسايدز. يبقى عندي النون ميتال اوكسايدز هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن اوكسايدز. الاوكسايدز دي اتكونت نتيجة ايه؟ producing from the burning of non-metal. اهو non-metal وحصل له burning in the presence of oxygen في وجود الاكسجين، وهنا بسميها acidic oxides. يبقى عندي هنا non-metal oxides mostly known as acidic oxides. وبيقول لي هنا ان acidic oxides dissolve in water forming acids. يبقى acidic oxides dissolve in water هيتكون عندي ايه؟ هيتكون عندي acids. يبقى انا عندي الاسيديك اوكسايدز هي عباره عن ايه؟ عباره عن non metal oxides that dissolve in water forming acids. الكلام دوت مهم جدا جدا جدا، وممكن تيجي عليها اسئله كتير في الامتحانات. تبقى عارف ان انا عندي الميتال اوكسايد اتكون من ميتال حصل له burning in the presence of oxygen، وان الميتال اوكسايد ليه اسم تاني اللي هي البيسك اوكسايدز، وان البيسك اوكسايد when dissolve in water بيتكون عندي ايه؟ الكالاي. اهو ممكن يجي لي هنا في سؤال كومبليت الميتال اوكسايد dissolve in water forming space. يبقى تبقى عارف ان الميتال اوكسايد when dissolve in water forming alkalis، لكن عندي الاسيديك اوكسايد when dissolve in water forming acids. طيب جايب لي ابلكيشن على الميتال اوكسايدز وكمان النون ميتال اوكسايدز. اول حاجه لو عندي مغنيسيوم، طبعا المغنيسيوم دوت من الميتالز، لما المغنيسيوم بيحصل له burning بيتكون ايه؟ بيتكون عندي مغنيسيوم اوكسايد، يعني ميتال اوكسايد اللي هو الMgO. طيب احنا قلنا ان انا عندي الميتال اوكسايدز لما بيحصل لهم dissolution في الووتر بيتكون عندي ايه؟ بيتكون عندي الكالاي. يبقى عندي هنا المغنيسيوم اوكسايد اللي هو ميتال اوكسايد when dissolved in water بيتكون عندي مغنيسيوم هيدروكسيد MgOH by 2. اهو الكالاي اتكون. وطبعا لو حطيت هنا ريد ليتمس ستريب في المغنيسيوم هيدروكسيد طبعا لونه هيتحول للبلو كولر لان هو من الالكالايز. تاني بالراحه، انا عندي هنا المغنيسيوم لما يحصل له بيرنينج، المغنيسيوم دوت ميتال، لما يحصل له بيرنينج هيتكون عندي مغنيسيوم اوكسايد، يعني هيتكون عندي ميتال اوكسايد. وطبعا زي ما قلنا ان الميتال اوكسايد dissolve in water form alkali، فهنا عندنا المغنيسيوم اوكسايد dissolve in water form مغنيسيوم هيدروكسيد MgOH by 2 اللي هو الكالاي. وطبعا الالكالايز بتعمل ايه؟ turns red litmus strip to blue.
طب تعالوا كده ناخد example على non-metal oxide. لو أنا عندي هنا sulfur، السلفر دوت non-metal وحصل له burning in the presence of oxygen، فهيتكون عندي non-metal oxide اللي هو السلفر trioxide SO3. يبقى عندي هنا non-metal اللي هو السلفر حصل له burning in the presence of oxygen، هيتكون عندي non-metal oxide اللي هو السلفر trioxide SO3. طيب ما احنا عارفين مع بعض ان النون-metal oxide لما بيحصل له dissolution في الووتر بيتكون عندي ايه؟ بيتكون عندي acid. فهنا عندي السلفر trioxide when dissolved in water هيتكون عندي sulfuric acid H2SO4. وطبعا زي ما احنا عرفنا ان انا عندي الاسيد turns blue litmus strip to red، هيحول البلو litmus strip into red color. دي بالنسبة للميتال اوكسايدز والنون ميتال اوكسايدز. وكمان بيقول لي خد بالك take care metal oxides react with acids but they don't react with alkalis. الميتال اوكسايدز ممكن يحصل بينها وبين الاسيدز رياكشن، لكن بينها وبين الالكالاي ما ينفعش يحصل بينهم اي رياكشن. طيب بالنسبة للنون ميتال اوكسايدز، النون ميتال اوكسايدز react with alkalis، ممكن يحصل بينها وبين الالكالايز رياكشن but they don't react with acids، ما ينفعش يحصل بينها وبين الاسيدز اي رياكشن. الكلام ده مهم جدا جدا جدا. اخر حاجه خالص عندنا في الدرس بتاعنا acid rains، الامطار الحمضيه. تعالوا كده نشوف مع بعض ازاي الاسيد رينز بتتكون. اول حاجه لما الفوسيل فيولز زي البترول وزي الكول لما بيبدأ يحصل لهم burning، لما بيتحرقوا زي مثلا في الكوردز وزي عندنا في الباور ستيشنز وزي في الفاكتوريز في المصانع، لما بيحصل burning للفوسيل فيولز ايه اللي بيحصل؟ بيحصل عندي evolution لأسيدك اوكسايدز. أسيدك اوكسايدز يعني نون ميتال اوكسايدز زي ايه؟ زي عندي النيتروجين دايوكسايد وزي عندي السلفر دايوكسايدز، دول acidic oxides أو non-metal oxides. واحنا لسه قايلين ان انا عندي الاسيدك اوكسايد when dissolved in water بيتكون عندي ايه؟ بيتكون عندي acids. فهنا عندي النيتروجين دايوكسايد والسلفر دايوكسايد لما هيحصل لهم dissolution في الاتموسفيريك ووتر فيبر ايه اللي هيحصل؟ عندنا acidic oxides وحصل لها dissolution في water، يبقى على طول هتتكون عندي acids اللي هي ال HNO3 النيتريك اسيد وال H2SO4 السلفوريك اسيد. وهيبدأ يحصل للاسيدز دي accumulation في الكلاودز وهيبدأ يحصل precipitation، هتبدأ المطر ينزل. بس هنا عندي الرينز مش هتكون ووتر بس، لا الرينز دي هيكون فيها اسيدز، يعني هتتكون عندي اسيد رينز. يبقى عندي الاسيد رينز عبارة عن ايه؟ عبارة عن rain resulting from the dissolution of acidic oxides in the atmospheric water vapor. rains اللي بتتكون نتيجة الديسوليوشن للأسيدك أوكسايدز في الاتموسفيريك ووتر فيبر. وطبعا الأسيد رينز كوز سيفير دامج زي إيه؟ زي مثلا عندي الديستراكشن أوف فورست بتدمر الغابات، وكمان harming is aquatic organisms لما بتنزل على بحر أو على نهر بتأذي الأكواتيك organisms الكائنات البحرية الموجودة inside the water. وكمان الاسيد رينز كوز كوروجن اوف بيلدينجز تآكل للمباني، وكمان بتسبب health problems in the human respiratory system، وكمان بتعمل مشاكل في الريسبيراتوري سيستم of the human. بس كده احنا الحمد لله خلصنا lesson 2. يا رب تكونوا فهمتوا، يا رب تكونوا استفدتوا. لو في اي حاجه مش فاهمينها ابعتولي في الكومنتس او على جروب الواتساب، وهتلاقوا لينك الواتساب موجود عندكم في الديسكربشن. اوعى تنسى تعمل لايك حالا وسبسكرايب عشان اول ما انزل فيديو جديد يوصلك على طول. واشوفكم المره الجايه على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.